بقول لك ايه، هو اللي عمل كده في نفسه. انت صح، بس الراجل كبر برضه. يا غبي، ده احلى وقت، ده انا نفسي اعجز بسرعه. ايه؟ ليه كده؟ الواحد لما يعجز هيعمل اللي هو عايزه. ده انا هفخد على اي قهوه واشتم اي كلب معدي حتى لو ما عمليش حاجه، ومحدش هيكلمني، هيقولوا يا حرام الراجل خرف. ده انا هلزق في اجدعها بت، ولو قفشت هقول لها ده انا زي بابا برضه. مفيش حد هيسلم مني، ده انا هشغل اي حيوان معدي خدام عندي وهقول له معلش يا ابني ظهري، والحمار هيدعيلي. ساعتها بقى اكون محوش لي قرشين، فمش هحتاج لاي جنس مخلوق. الله الله على دماغك يا كبير. ده انا هعيش ملك. صح كده. انا بقى اما اكبر واعجز ابقى محوش لي قرشين حلوين، اتجوز بنت حلوه واحبسها في البيت تفطرني وتحميني وتدلعني، تمسح لي وتطبخ لي، ترقص لي، وبعدين تدلعني وتنيمني واعيش ملك بقى. انت حمار يالا، هو انا جبت سيره جواز؟ اللي هترضى تتجوزك دي هتدحلبك وتقلبك وتحلبك وتشفطك وفي الاخر هتقرطسك. وفاء. ايه؟ وفاء. معلش يا ديبو، مش عايز اتقل عليك، بس ممكن تعيدها كمان مره؟ وفاء. هي مين وفاء دي اللي بيسأل عليها؟ هو فاق. لا يا ديبو لسه ما فاقش. بيعمل ايه ده؟ بقول لك ايه، ما تجري تشوف اي حد يجي يستلم الراجل ده، لو قعد هنا ربع ساعه كمان هيموت. بسرعه يا بلبل. حمامه. والله يا اخ ديبو انا سعيد جدا ان انا اخيرا اتعرفت عليك. انا بقالي سنين بشوفك على طول، بس بصراحه كنت بقلق منك يعني. بس والله طلعت ابن حلال. انت عارف ولاد الحرام كانوا بيطلعوا عليك كلام غريب كده. انت عارف بقى العيال والاشاعات، اللي يقول لك قتل، اللي يقول لك قتل ودفن في بير السلم، اللي يقول لك قتل واكل. عيال وسخه. بس انا متاكد ان الحاجات دي كلها اي كلام، صح؟ انا قلت كده برضه. سيجاره؟ برافو عليك، انا كمان نفسي ابطلها. سم. يا جدعان انا قاعد مع الديبو. لو كنت قلت لي امبارح ان انا هقعد مع الديبو وندردش كده والله ما كنت هصدقك. سبحان الله يا اخي، تخيل ان ظروف زي دي بتقرب الناس من بعضها. الحمد لله. هو فين؟ ايه ده بيحاول يهرب. استنى يا سيس. استني يا سيس. ده انا هنفخك. ده انا هشربك. يلا استني. أخر بتحاه. ايه؟ أخر بتحاه. ايه؟ بيقول لك هو كان بيتحرك. ايوه كان بيتحرك ويفلفص وعايز يملس يا ديبو. ايه؟ بيقول لك ضربته ليه؟ هو ديبو زعلان ليه؟ هو الراجل ده تابعه ولا ايه؟ اصل الديبو كان مستنيه فوق عشان يتسلى عليه شويه. معلش يا عم الديبو، اصل اخويا نيل غبي شويه ودماغه على قده. لا مؤاخذة يا عم الديبو. ايه؟ بيشتم. هو في حد طالب كنتاكي؟ يا عم ده الواد فيشة انت مش فاكره؟ تعالى يلا فيشة ما تخافش. لقيته متسوح باوردرات كنتاكي في الشارع مش عارف يوصلها، قلت اجيبه يتفرج معايا على الجثة، وقلت بالمرة احنا اولى بالكنتاكي يا اشرف. صح افتكرت. خد يلا فيشة صورني مع الديبو. صدر ولا ورك يا ديبو؟ صورت؟ وريني كده. اصلي دي بقى صورة البروفايل الجديد. تعال خد يا اشرف صورني مع الباشا. يا عم احنا في ايه ولا في ايه؟ خلاص يا عم. اوعى تفتكر البدله دي تعبيك. طب اخلص يرحمك انت وهو، طلعوا لنا الكنتاكي، انا ما اكلتش حاجه من الصبح.
حبيبي يا فيشة، مظبطنا انت كولسلو. ايه يا عم الاجنده دي؟ كل سنة وانت طيب بقى، أول سنة بيوزعوها. أنا مش مصدق إن إحنا قاعدين بناكل مع الديبو. الله ينور عليك يا ديبو، ده أنت طلعت أصلي. لا لا بيقول ايه؟ بيشتم برضه. حبيبي يا ديبو، حبيبي يا ديبو، ده أنت طلعت دمك خفيف كمان. اربطه كويس بقى، ده أنت الديبو هينفخك. هو فين؟ اهدى يا حاج. جيجي خش يا جيجي، ما تخافيش يا جيجي. عبد تعالى بص عليه، بص ما تخافيش. هو ده يا جيجي يا فندم، ما تخافيش يا جيجي. بص يا جيجي، هو ده يا جيجي. بص اتأكد يا جيجي. بس انا عايز اتأكد يا جيجي. طب بص عليه يا جيجي. هو مفتري يا مفتري، ما عندكش اخوات بنات؟ أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر. ايه ده؟ انت خفت؟ طب ما تخافش، طب تعال، انا مش هعضك. يا سيدي أنا جاي تلميذ. جوزي ها؟ مين اللي معاك في الأوضة يا سيدي؟ أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر. حاول الأجسام كلها ولعة والحكومة هربت وبيولعوا في المحل بتاعك يا حاج. ايه المحل؟ المحل يا ولاد الكلب دي ولا كأنها ثورة. حتى في أصعب الأيام المصري بطهارته قدر يحافظ على خفة دمه. تحيا الثورة. بحبك يا مصر.